تخيلوا إن جوا كل واحد فينا في عالم سري كامل، مجتمع بحاله بيأثر على كل حاجة، حرفياً كل حاجة، من مزاجنا لصحتنا. النهاردة هنفتح الستارة عن أسرار العالم ده، عالم الميكروبيوم. طيب، شوفوا الرقم ده، 39 تريليون، رقم ضخم جداً صح؟ يا ترى بيمثل إيه؟ ممكن عدد النجوم في مجرتنا، أو يمكن عدد الخلايا في جسم الإنسان. الحقيقة أغرب بكتير، ده هو عدد المواطنين البكتيريين اللي عايشين جوا كل واحد فينا، في اللي ممكن نسميها المملكة الداخلية. يعني خلونا نفكر فيها كده، الميكروبيوم ده مش مجرد شوية بكتيريا وخلاص، لأ، ده مجتمع حيوي متكامل، وزنه ممكن يوصل ل 2 كيلوغرام، والمدهش إنه فريد من نوعه لكل شخص، زي بصمة الصباع بالظبط. نقدر نقول إنه فعلاً العضو اللي كلنا نسيناه. تمام، بس ليه العالم الداخلي ده مهم قوي كده؟ حسناً، السكان دول مش مجرد ضيوف قاعدين وخلاص، لا، دول حلفاء أقوياء جداً لصحتنا. وهنا بقى بتظهر قوتهم الجينية الجبارة. جينات الميكروبيوم عددها أكبر من جيناتنا البشرية بنسبة 150 لواحد، يعني جزء كبير جداً من هويتنا البيولوجية بتديروا الكائنات الدقيقة دي. فكروا بس في قوة أمعائنا، حوالي 70% من جهاز المناعة موجود هناك، والميكروبيوم هو اللي بيدربه ويوجهه. والمدهش أكتر إنه 90% من السيروتونين اللي هو هرمون السعادة بتصنع هناك برضه، يعني صحة أمعائنا مرتبطة بسعادتنا بشكل مباشر. ودوره مش بيقف عند كده أبداً. الميكروبيوم ده شغال كمصنع داخلي للفيتامينات المهمة جداً، فيتامين كي عشان تجلط الدم، فيتامين ب 12 للأعصاب، والبيوتين. كل ده بيحصل في صمت تام بفضل الحلفاء دول. لكن إيه اللي بيحصل لما النظام الدقيق ده يتعرض للخطر؟ للأسف، أسلوب حياتنا الحديث ممكن يكون مدمر للمملكة الداخلية الحساسة دي. عشان نفهم الموضوع أكتر، خلينا نتخيل إن في عيلتين كبار من البكتيريا. الأولى هنسميها حلفاء الرشاقة، ودول متخصصين في تكسير الدهون والبروتينات، والتانية هي حلفاء السمنة، ودول بقى بيحبوا الكربوهيدرات. الفكرة كلها في التوازن الصح بين العيلتين دول هو مفتاح التحكم في الوزن. طيب، مين هم أعداء المملكة دي؟ في 3 غزاة أساسيين في عالمنا الحديث. أولاً، المضادات الحيوية اللي بتفرقش بين البكتيريا النافعة والضارة. ثانياً، الأكل المليان سكر وأطعمة مصنعة. وثالثاً، التوتر المزمن وقلة النوم اللي بيضعفوا دفاعات المملكة تماماً. طيب، إزاي نعرف إن المملكة الداخلية دي في خطر؟ العلامات بتكون واضحة جداً، مشاكل في الهضم ما بتنتهيش، نزلات برد متكررة، تقلبات في المزاج، مشاكل في البشرة، وزيادة في الوزن من غير سبب واضح. كل دي إشارات استغاثة بيبعتها الميكروبيوم. لكن الخبر الكويس إننا نقدر نصلح الضرر ده. في خطة إنقاذ من 4 خطوات عشان نعيد بناء عالمنا الداخلي ونرجع له قوته. خطة الإنقاذ دي بسيطة جداً ومنطقية. فكروا فيها كأننا بنبني مدينة من جديد. محتاجين البروبيوتيك، ودول المواطنين الجداد. بس المواطنين دول محتاجين أكل اللي هو البريبيوتيك، وبعدين محتاجين البوليفينول عشان يحموهم، والأوميجا 3 عشان يحافظوا على السلام في المملكة. وعشان نحول المعرفة دي لخطوات عملية، في برنامج بسيط مدته 21 يوم بس. دي طريقة عملية جداً عشان نبدأ رحلة الإصلاح دي من النهاردة. الرحلة دي بتمر ب3 مراحل. الأسبوع الأول هو التطهير، بنشيل فيه كل الأكل الضار. الأسبوع الثاني هو إعادة البناء، بنضيف فيه الأكل المفيد. والأسبوع الثالث هو الاستقرار، بنثبت فيه العادات الجديدة دي ونراقب التحسن في صحتنا. يعني لو في حاجة واحدة لازم نفتكرها من كل ده، فهي دي: التنوع هو سر كل حاجة. كل ما نوعنا في الأكل بتاعنا، خصوصاً من مصادر نباتية، كل ما تنوعت البكتيريا في أمعائنا وصحتنا بقت أحسن. دي القاعدة الذهبية. وفي الآخر، كل الكلام ده بيوصلنا لسؤال واحد مهم: المملكة الداخلية دي، هل إحنا بنحكمها صح؟ الشرح ده بيدينا الأدوات اللي محتاجينها عشان نكون حكام أفضل لعوالمنا اللي جوانا، وبكده نكون إحنا اللي ماسكين زمام صحتنا.